مساعد حسين الجباري، كان شغال مدير تنفيذي في قناة مصر 25. تم ترحيله من لبنان 7/4/2014. رحلوه تكشيفة الجيزة، قضى هناك 3 شهور وبعد كده راح استقبال طرق، قعد 1.5 سنة، اتحكم عليه بالمؤبد في قضية غرفة عمليات رابعة، وتم ترحيله لوادي النطرون. غاب 6 شهور وبعد كده دلوقتي رحلوه العقرب. وطبعا هما هناك بيقولوا وصفة أمانة، بس احنا طبعا بنناشد ان هو لازم يتم ترحيله من العقرب، لان هناك المعامله سيئه جدا جدا، بيعاملوهم بغير ادميه، جردوهم من كل شيء معاهم، داخلين مش معاهم اي حاجه، لا ملابس ولا حاجه. طبعا الغذاء هناك سيء جدا، لما بيودوا لهم حاجه مفيش حاجه بتدخل، ملعين ادويه وملعين اكل وملعين كل حاجه، بيودوهم ياخدوا وجبه يا ريت بيتعاملوا معاها بغير ادميه، يعني بص تلاقي الاكل مرمي على الارض ومحطوط في بتاع كده بيجروه بيها، يعني زي ما يكونوا مودينه مش لبشر. طبعا بنتعب جدا في الزياره، والاولاد بيتعبوا في الزياره وبيعانوا، ويا ريت يعني بنقعد حضرتك من بالليل لحد منظور، ويا ريت يعني باباهم حتى بيحتضنهم، يعني مجرد 10 دقائق من ورا الازاز الاولاد بيطلعوا ولا كانوا شافوا باباهم، يعني حاجه مفيش حريه، مفيش حريه، بس يعني منتهى عدم تقدير الانسان، ولا قيمته، ولا ليه قيمه عندهم، ولا اي